تخيل معايا كده راجل عمل ثروة كبيرة جدا بس بالنصب واللف والدوران، وفجأة ياخد حكم بالسجن. فيلمنا النهاردة اسمه بيج ستان، كوميدي وفي حبة اكشن طبعا. هل هينجح يتحول من نصاب خواف لأسطورة جوه السجن؟ يلا نشوف القصة مع بعض. يلا بينا. الفيلم بيبدأ مع ستان، سمسار عقارات ناجح جدا في لوس أنجلوس، وحياته شكلها من بره زي الفل، بس الحقيقة غير كده خالص. ستان كان بيختلس مبالغ صغيرة جدا من عملائه ومنهم مدام داربي، لحد ما لم ثروة محترمة جدا من وراهم، وفي الآخر اتكشف واتقبض عليه بتهمة نصب من الدرجة الأولى. بعد ما اتحكم عليه ب3 سنين سجن على الأقل، حاول ستان بجنون يضغط على المحامي بتاعه عشان يلاقي له مخرج من السجن ده، حتى انه اقترح يرشي القاضي نفسه، بس كل المحاولات فشلت والحكم فضل زي ما هو. بعد كده المحامي نصحه انه يهرب للبرازيل، لكن بما ان حساباته كلها اتجمدت وما قدرش يهرب وبقى محبوس بين 4 حيطان ومستقبل مجهول. في يوم وهما بيتعشوا، مراته ميندي طرحت يخلفوا طفل يقعد معاها وقت سجنه، لكنه رد عليها ببرود وقال لها انه اول ما يطلع من السجن هيضطروا يدوا الطفل ده للتبني، وده خلى ميندي تتعصب وتسيبه تخرج متضايقه. وهو في البار بيشرب، ستان قابل راجل مليان تاتوهات وطلب منه نصايح عشان يعرف يعيش في السجن من غير ما يتبهدل. الراجل في الاول اتردد جدا، وبعدين قال له ان العساكر يتجاهلوا الضرب والقتل بين المساجين الا لو حد حاول يهرب، وقال له كمان ان شكله هيخليه هدف سهل للبلطجيه جوه. الراجل نصحه يرسم تاتوهات على جسمه بتخوف، لكن لما ستان وراه تاتو لوش امه قال له ده مش هيخوف حد، بضحك طبعا. الراجل كمان نصحه ينضم لعصابه من العصابات المقسومه حسب العرق للحمايه، لكن ستان ما عرفش يندمج مع اي عصابه من اللي موجوده. في الاخر الراجل قال له الحل الاخير، اكسب احترامهم لما تقتل حد، يعني اقتل واحد منهم من الاخر. تاني يوم ستان صحي من النوم فاكر نفسه كل ده كابوس. مراته ميندي فكرته انه فعلا رايح السجن، حاولت تشجعه وتفكره انه دايما بيعرف يطلع من اي مصيبه، لكن ستان قرر يستعد للسجن بجد. بدا يتمرن بشكل مكثف جدا ورسم تاتوهات زياده عشان يخوف المساجين، وانضم لكلاس كاراتيه، لكن ما عرفش يصبر طبعا هناك بسرعه واتخانق مع المدرس واتطرد. بعدها قابل راجل عجوز اسمه الماستر، بهر ستان منه جدا لما ضرب حيطه بايده لدرجه عمل فيها فتحه. ستان اتحمس وطلب بيتعلم منه، والماستر ده وافق يعيش معاه فتره عشان يدربه. وفي العشاء الماستر كان بيتكلم بطريقه غريبه جدا خوفت ميندي، خصوصا لما طلب منها تجهز عصير غريب من بنكرياس سور، عصيتين حصان يشربه ستان. التدريب كان قاسي جدا وغريب، كان بيضرب ستان بعصايه مولعه نار يعلقه من جلده وياكله عقارب، كل ده عشان يقوي تحمله للالم. ميندي بدات تتعصب جدا من الفوضى وريحه السجاير اللي ماليه البيت، وطلبت من ستان يطرده. ستان حاول يوريها قد ايه هو خايف، فمثل كانه في حد هيقتحم البيت ويعتدي عليها. الخناقه دي فجرت غضبهم، وفي الاخر ميندي سابته ومشيت، لكن الماستر ما تاثرش، بالعكس فرح انه يقدر يكثف تدريبه. 5 شهور من التدريب الشاق من غير راحه، ستان وصل لدرجه انه قدر يهزم الماستر نفسه، وبعدين رجع لنادي الكاراتيه اللي طرد منه وضرب المدرس بسهوله جدا. يوم المحكمه الماستر ومحامي ستان وصلوه، وميندي كانت قاعده في عربيتها زعلانه وبتتفرج. بعد المحكمه ستان اتسجن طبعا، واول ما ركب اتوبيس السجن سجين حاول يتحرش بيه، لكن ستان صده بسهوله. ما وصلوا السجن استقبلهم مأمور اسمه جاس، وقال لهم يهتموا ببعض براحتهم بس ما يزعجوش الحراس. اثناء التفتيش الحراس اتصدموا من التاتوهات الغريبه على ظهر ستان. اتوزع على زنزانه مع سجين اسمه لاري اللي قال له ان الحراس نفسهم بيتصرفوا كعصابه. ستان واجه عصابات مختلفه جدا في السجن ده، السود والمكسيكيين والنازيين، واللي اختارهم كان بيج ريموند اللي معروف انه مفترس. في موقف مرعب ستان واجه ريموند وضربه بسهوله قدام الكل وبقى ليه هيبه. بعدها زعيم النازيين حاول يضمه ليهم لكن رفض وضربه. نفس الكلام مع عصابه السود، حاول يهديهم لكن اضطر يضربهم لما هجموا عليه وطلع منهم كسبان. مع الوقت المساجين بدأوا يحترموه وسموه بيج ستان. وفي يوم سجين صغير اسمه روبي كان ستان انقذه من ريموند وحاول يشكره، لكن ستان طنشه وقال له انه بيعمل كده لنفسه بس. بعدين المأمور استدعى ستان وقال له انه جابوه السجن ده مخصوص عشان يساعده في خطة انه ياخد ارض السجن ويحولها لمشروع استثماري. طلب منه يشوف لو في ثغرات قانونية ووعده يقلل الحكم لسنة واحدة، وستان وافق طبعا. بس ستان اكتشف ان المأمور ناوي يعمل شغب بين المساجين عشان الحراس يقتلوا منهم ناس ويتقفل السجن بحجة انه خطر.
ستان حس بالذنب وكتب لمندي خطاب اعتذار. تاني يوم ستان جمع كل المساجين وقال لهم ممنوع الضرب او النكش بينهم، واقترح علاقات بالتراضي بدل العنف. هم انهم مستغربين بس وافقوا يجربوا مرة. ريموند نفسه دخل في علاقة حب وبقى هادي، وستان بدأ يحس انه عمل فرق حقيقي. مندي مراته بعتت له جواب انها عايزة تتصالح معاه، وبعدها راحت له زيارة وتصالحوا فعلا. لكن المأمور اتعصب جدا لانه ستان خرب خطته عشان كان عايز يبوظ السجن. طبعا ستان حاول يبعد عن الخطة بتاعته، قال للمساجين انه مش هيساعدهم تاني، فقامت خناقات طبعا ورجعت تاني النكش بينهم. روبي طلب مساعدته لكن ستان طرده بعنف، وبعدها لاري اللي معاه في السجن فهم انه مضطر يعمل كده وبلغ باقي المساجين. المأمور رتب اجتماع مع لجنة العفو، واثناء الاجتماع كان ناوي يخلي المساجين يعملوا شغب جنب سور معدني عشان الحراس يضربوهم، لكن ستان افتعل مشكلة واضطروا يمشوه من الاجتماع، فجري عشان يحذر المساجين. في الاخر بدل ما يتخانقوا عملوا رقصة جماعية على اغنية مكسيكية، فخلى الحراس مش عارفين يتصرفوا. المأمور اتجنن طبعا وبدأ يضرب نار في الهواء وحاول يقتل ستان، لكن مندي مراته والماستر وصلوا في اخر لحظة وانقذوه. بعد 3 سنين ستان خرج من السجن واستقبلوا المساجين، حتى باتريسون ضمن فريق العصابات عمل تاتو لوشم ستان على بطنه. مندي كانت مستنياه مع بنتهم الصغيرة اللي عمرها 3 سنين، ورجعوا كلهم سوا يبدأوا حياة جديدة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكاية بيج ستان. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. سلام.